مساء الخير، مرحبا بكم في قناتكم قصص فلة الجزائرية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبألف صحة وعافية. نرجع لركن القصص القصيرة، وأول قصة تقول: أنا كان عندي بروجي نبيع لبسة 3 سنين، لميت مبلغ تاع 300 مليون. كنت مخبيتها عند يما، وكانوا كل ما يجوا خواتاتي، عندها 3 خواتات متزوجين، نجبدهم وفرحانة بيهم ونقولهم حبيت طوموبيل، وماما تقول لي لا لا اشري حاجة تنفعك. يما توفات، واختي الكبيره راحت رفدت الذهب كامل، والدراهم هذوك حبت تقسمهم، قالت بالسيف بلي ماشي تاعي، تاع يما. انا بكيت عليهم بزاف لدرجه تصدمت 2 مرات من يما ومن دراهمي اللي حبت تقسمهم. فاتوا اشهر وتخطبت. اي اختي الثانيه عيطت لها قالت لها: الذهب هذاك رجعيه لها، راهو ليها، شريته لها يما، ليها ما يتقسمش. وهي حلفت باللي حتى الذهب يتقسم علينا في 4، ماكغي هما في جهازهم كل وحده دارت لها يما ذهبها وحدها. عندي مرت خويا وحده فقط وساكنه معانا، ماكغي عندي خلاف معاها ماشي كبير. ولدها كسر لي البيسي تاعي، ضربته بالغش. جات قالت لي: كيفاش تضربيه؟ ارواحي قولي لي هذه صارت وقت ماما كانت حيه. من هذيك بقينا نهضروا هضره سطحيه. قلت لكم مرت خويا هذه كي سمعت قالت لخويا باللي الذهب مش تاع البنات، وباللي شراتو يما ليا وكانت تخبي لي فيه لزواجي. راح خويا عندها حتى لدارها وقال لها: الذهب تطلعي به من السماء ولا من الارض. عطاته له بالتشناف وكرهت لي حياتي هذاك الوقت، وانا قاطعت لها من نهار دات لي دراهمي وقسمتهم وكذبتني في وجهي. موراها انا تزوجت والبروجي تاعي كبر، وراجلي الله يبارك حتى هو ما خلالي حتى حاجه في خاطري. سافرت معاه شحال من دوله. مرت خويا ولات كي اختي، وخواتاتي تاني 2 نحبهم ونحكي معاهم يوميا، غير الكبيره مازالني مقاطعتها. هي دوك راجلها مش خدام وكل يوم تتضارب معاه. ولادها واحد ما حبش يقرا، والطفله تقول لها: يتشري لي كيف البنات يا ما نخرجش من الدار. ما يغي نبعث لها ديما لبناتها دراهم ولبسه وسيكان وبارفان. بعثت لهم حتى الايفون في عيد ميلادهم، ونقول لها: ما تقوليش باللي من عندي. ايا رجعت في كل ملمه تهدر عليا للناس، مش تعاون فيا. عندها بروجي تاعها وراجلها جامع عطاني الزكاه، وما خلات حتى حاجه ما هدرتهاش فيا، وتدعي عليا بزاف. حيت هالشهر كنت في دارنا، غير سمعت بيا، جيت جات داخله قلت لها 2 كلمات: ما تزيديش تتجبدي، اسمي على فمك وما نسحقكش في حياتي. وخرجت رحت. ما نعرف منين جابت رقمي، عيطت لي: يلي ما تسوايش ويلي شبعتي شبعه جديده، ونوكل عليك ربي، وان شاء الله راجلك يموت ولا يحكمه مرض. المهم هدرتهم كامل. هذيك الليله رقدت بالبكاء، يعني هي الكبيره نورمالمون هي الام. نروحوا القصه الثانيه. خونا يقول: تزوجت بوحده حبيتها، هي من لافيل وانا من الحوش، بصح في 2 من العاصمه. برك انا شويه مجبود، شرطت فيها ما تسوقش وتحبس الخدمه وتلبس حجاب بعد الزواج. كي شافت دارنا ما يلبسوش الحجاب ويسوقوا ويخرجوا، ندمت على الموافقه، ولات تقول لي: كذبت عليا. انا كي قلت لي دارنا مزيرين عن بالي نعيشوا كامل في مستوى واحد. لو كان قلت لي هكذا ما نقبلش نكون اقل منهم. والمشكل يا خوتي دارنا ما كانوش هكذا، حتى بعد زواجي تبدلوا، بصح ما نقدرش ندخل روحي فيهم. انا نحكم في مرتي ماشي في يما واختي. من الاخر كثر عليا الضغط، وليت نضربها قدام دارنا. من بعد حلفت لها ما نزيدش نمسها، وزدت ضربتها، رفدت حوايجها وعيطت لخاوتها. جيت ما صبتهاش في الدار، نعيط دايرتني في الرجوتي. عيطت ليما لاختها، قالت لها: حقر اختي كي شافها يتيمه، انتي وبنتك عايشين حياتكم، وهي ما يقبل حتى واحد يجيها، والطاقه منين تطل ما عندهاش وما تخرجش. قالت لها: كاين وحده درك ما تخرجش، وزيد هي راهي تقول لهم اختو تدي طونوبيلتو وانا يرميني في دارنا نتمرمد في الكار. خاوتي بيناتنا ماشي لازم تعيش كيما دارنا، وما كان ما دخلها من الطونوبيل لاختي، راني غلط. انا ما نحبش مرتي تسوق، وهي راهي تقول لي عز فيا طونوبيلتو. حبيت نعرف اذا راني غلط في حقها. قصه واحده اخرى تقول: جيت نحكي لكم بعد ما ترددت مرات عديده، ولكن اليوم قررت. أنا شاب أبلغ من العمر 35 سنة، متزوج منذ سنة 2016، ولي طفلين، عايش وحدي مش مع دارنا، موظف والحمد لله. المشكل الذي أرقني وهد كياني هو زوجتي. هذه الزوجة الاستثنائية في المجال السلبي، امرأة عادية جدا، ولا
ولأبعد الحدود، مهملة جدا في المجال العاطفي، لا تراعي زوجها ولا تهتم لي أبدا ولمشاعري كزوج. أبحث عن الحب والاهتمام والحديث والمسامرة، كسولة لا تقوم إلا لأمور روتينية وعادية جدا، مثلا كإعداد الطعام، غسل الثياب، وتنظيف البيت بصورة عادية جدا. وأنا لا أريد لها ولي أن تكون جسدا حاضرا لإعداد أمور مادية، وإنما أريد وزيادة على ذلك أريد روحها وعقلها وقلبها وشغفها ورغبتها. كثيرة النوم، ليست امرأة خفيفة ولا حيوية، لا أسمع منها الكلام الذي يفرح القلب، ولا تقترب مني إطلاقا إلا إذا طلبت منها أنا ذلك. لا تتقن شيئا في حياتها، لا كلام لا حركات، وليست لديها لمسة فنية في نفسها ولا في بيتها ولا في شخصيتها. حضورها باهت جدا يشبه العدم. لا تتقن إلا أشياء عادية وبسيطة، فمثلا لا تتقن خياطة وترقيع الملابس والأزرع، لا تصلح شيئا متلفا إطلاقا. حتى في مجال الأكل فهي لا تصنع لنا الجديد ولا تحاول تجربة الجديد. أنا وأولادي محرومون من الكثير مما نراه عند الآخرين في بيوتهم، فمثلا الجاتو، هذوك الأمور تاع القهوة تاع العشية حتى نشتاقوها. وإذا ما شريت لهاش ولا كريتها عند أصدقائي ولا خاوتي يبقوا في خاطري، مع العلم أنني موفر كلش في الدار. صدقوني يا جماعة عندها كلش، يعني بالقدر اللي نقدر عليه وزيادة. عفوا. المهم باختصار ما يخصها والو، مع العلم أنها تحبني، ولكن حب دفين مختفي لا يظهر أبدا، حب موجود لكنه بلا روح. الأولاد أنا مهتم بهم أكثر منها، نقيهم ننظفهم نحرص عليهم أكثر منها، مع العلم أنها ماكثة بالبيت وكاين وكاين. أما المشكل الأكثر خطورة هو أنا شاب مفعم بالحيوية والنشاط، وأحب الجديد وكسر الروتين. لدي أفكار عديدة ومتعددة في مجال الأسرة والحياة الزوجية. أنا مليء بالحب والحنان والكلام الطيب والابتسامة لا تفارقني. لدي شخصية مرنة وسهلة، لا أسبب الأتعاب لغيري وخفيف عليهم. طالت رحلتي وأنا أكابد هذا الجفاء القاتل، وما زالت في الروح القوية والأمل من أجل أن تتغير الأمور إلى الأحسن. لكنني وبعد 8 سنوات تأكدت بأنها هكذا هي، ولا يمكن لها أن تتغير. كثيرا ما جربت طرقا ووسائل، ولكن لا حياة لمن تنادي. أرى نفسي مهملا وشبابي ضائع، وكل هذه الطاقات متبخرة لا قيمة لها. لدي قلب حي وغيور، ولكن أنا لا أفشي أسرارها ولا أسرار بيت الزوجية، وإنما جئتكم لأقول لكم ما سبق، عسى أن أجد منكم حلول أو على الأقل كلمات تريحني ولو بشكل مؤقت. شكرا لكم والحمد لله على كل حال. قصة واحدة أخرى تقول: حبيت نحكي على نفسي وعلى بزاف شباب كيما أنا. دوك وصلت 30 سنة والله خدمت صباح والليل باش نكون روحي، ندير مشروع نقدر نستقر به ونعيش به حياة كريمة. باسكو تكون عندك دار باسمك تقدر بشهريتك تعيش، مي باش تكون ما عندكش دار تحب تعيش وتكري بشهريتك من مستحيل، ابار اذا كنتوا خدامين في زوج حاجة خلاف. دوك انا خدمت تعبت درت مبلغ معتبر في سنوات عديدة، فتحت مشروع قدر الله ما شاء فعل، خسرت راهو في يدين ربي اللي يعلم بحالتي. توحش نرقد كيما الناس. بالعاني فوت مشروع على الزواج باش نعيش حياة كريمة. كنت قادر نتزوج كما كانوا يقولوا أهلي، تزوج فلان تزوج راهو قل عليك، مي بعد الزواج واش يصرى احتياج، واحتياج يخلق مشاكل. صح الزواج مليح ما ننكرش، تمنيت ننجح في مشروع. أول حاجة نديرها الزواج، باسكو تكون متزوج تكون محصن روحك. مي راني نشوف فيه بعيد المنال في بلادنا باش نتزوج وانت شهر ما عندكش دار. نقول لك خلي بنت الناس عند والديها وادعوا لي ربي يفرجها عليا ويفتحها عليا وعليكم. قصة واحدة أخرى تقول: سلام عليكم، أنا عندي 28 سنة، والمشكلة اللي متعبتني بزاف وهي أني ما نقدرش نواظب على الصلاة. يعني نصلي ونحبس وحياتي أصبحت لا تطاق. كي نكون فوق السجادة نثاوب حتى يجيني نعاس ويبدأ قلبي يخفق بقوة ويحكمني الخمول. أنا نحبس وأنا نرجع عادي. تعبت لدرجة كبيرة وحتى حياتي عادت من دون طعم. حاجة ما تفرحني ولا تحلالي، يعني اللي بعد على الصلاة تصبح حياته ضنكة بأتم معنى الكلمة. تعيشوا خاوتي، راني عارفة الغلط تاعي، نحب تنصحوني كيفاش نعمل باش نقدر نواظب على صلاتي
ونتعلق بها وما نحبسهاش مهما واش يصير. وادعيوا لي من قلبكم، والله تعبت، نحس في روحي مش بنادم. وزيد عندي وليداتي صغار، اصبحت جد عصبيه معاهم، هما بزاف تاثروا، راني مدركه اني غلطه، قتلني تانيب الضمير وندمه على كل دقيقه ما صليتش فيها. واللي يمروا بالشيء اللي راني نعاني فيه ادعوا لي، والله الحياه بلا صلاه لا طعم لها. من يوم ما توقفت عن الصلاة تغيرت حياتي وتعكست بزاف، عادت تخلق مشاكل أو تخلق مشاكل تافهة وفوضى في المنزل والعصبية، مع أنه مستورين والحمد لله. والله معاناة كبيرة، ويقولوا دعوة الغريب مستجابة. أدعوا لي من قلبكم، الله يستركم ويعطيكم ما تتمنوا ويرزقكم، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. من دون كلام جارح، راني حابة نرجع نقوم الفجر وقيام الليل ونقرأ القرآن، وأنا لدي صوت جميل جدا في تلاوة القرآن. واسمحوا لي طولت عليكم. هذه هي بالنسبة للقصص تاع اليوم في قناتكم قصص فلة الجزائرية. إن شاء الله يا ربي تجاوبوا القصص هذوما اللي عنده هكا وجهة نظر ولا رأي، ولا يجاوب الأخوات والإخوة في التعليقات. اللي دخلوا قناتي أول مرة ما تنساوش تضغطوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد في قناتي. ونتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحوا بخير خياتي خواتاتي، مع السلامة.